السلام عليكم البنات، راكم مزيانات. جبت لكم اليوم واحد الوصفه راهي دايره ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي ارز بالدجاج كريسبي وصوص سويت تشيلي. ويحبوها بزاف الوليدات، وكذلك تجي سهله وخفيفه وبنينه وتتباع غاليه بزاف خلاص في المطاعم. انا جبتها لك اليوم بطريقتي الخاصه. اذا حبيتي الوصفه تبعي للاخير باش ديريها وتجربيها. بسم الله يا ربي. اذا الرز بعد ما نغسلو مليح خطرتين ولا ثلاثه، نحيولو هذاك النشاء نحطوه على جهه، ونجيبو هنايا صدر تاع الدجاج نقسموه هكا شرائح بهذه الطريقه، ونزيدو عليه نحطو توابل الشاورما، كزبر، راس الحانوت والثوم وفلفل الكحل وكركم وملح، ونجيبو بيضه نزيدو نحطوها، ونزيدو هنايا 2 ملاعق تاع المايونيز، ونزيدو ملعقه تاع زبده، هنا ملعقه صغيره فارينه، ونزيدو كذلك ملعقه صغيره مايزينا هي اللي راح تعطيلو هذيك القرمشه. ونخلطوا هاد المكونات نمارينيوهم كيما هكا. حاولي انك تدخلي كامل هذيك لاصوص في هذاك شرائح الدجاج، وما تنسايش تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. هنايا انا نضيف الطماطم مصبره ونزيد ندخلها في هذيك لاصوص. نورمالمون نديرها في الاول، انا نسيت، ومن بعد نغلفو نحطو يرتاح. نجيبو كاسرونه نحطو عليها الماء، نحطو ملعقه طماطم مصبره، نزيدو عليها الخل، نزيد نضيفو عليها فرينه، ونضيفو عليها مايزينا وشويه ملح، وزيت مغرف سكر. هذه هي لاصوص سويت تشيلي. ونخلطوها في بارد ونحطوه على النار. في كاسرونه نحط هذاك الرز، نحطو الزبده، ونحطو شويه ملح، نضيف الملح، فلفل الكحل والكزبر، نخلط كلش في بعضها. وهنا نضيف لها الماء ونطيش فيها سنين ثوم. نجيب لا شابلير هنا، ونجيب شرائح الدجاج هذيك اللي كنت مارينيتها، ونحط كل شريحه نحطها فوق لا شابلير ونحطها في بلاطو منهيه كيما راكم تشوفوا. ونحاولوا ان نحيو هذاك لا شابلير الزايد كامل باش ما يديرلناش من بعد في المقله. نكمل الكميه كامل تاعي كيما راكم تشوفوا موضحه بهذه الطريقه. البنات ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس اذا اعجبكم الفيديو. إذا نبداهم يحضروا لازم تكون نار متوسطه، ونبداو نقليو في الدجاج كريسبي تاعي. نخليو النار متوسطه باش ما يتحرقليش هذاك الدجاج تاعي. ومن بعد نزيد ليه صوره ماشي مليحه كيما تشوفوا راهي الزيت راهي تغلي. من بعد نقصوا عليها، خليوه يتقلى على الوجه هذا، ونقلبوه على الوجه الاخر حتى يعطي لي هذاك اللون الذهبي، ونحيوه ونحطوه في ورق ممتص. على لهنا فات عليا الفيديو. اذا هاي الكميه اللي دارت لي نقص في الطريقه هذه. يعني طايب حالة حطها. نجيب الرز، شوفوا الرز طايب على حبها مزربعة يعني. هذه لاصوص سويت تشيلي. بعد ما طابت لي راح نحط كطبقة أولى أرز، وبعدها صوص بيضة اللي هي خليط بين المايونيز ولا كريم فريش وجبن. بعد ما ضربتهم بالباتر، هنا نزيد الطبقة الثانية تاع الأرز،
تحبوا ديروه طبقة واحدة، هذا يرجع لكم. انا درتو كيما هكا ويجي بنين ضربة في البنة. هنايا نزيد الطبقة الثانية تاع صوص البيضة. البنات هذه الكمية انا دارت لي شخصين فقط. درت كاس تاع انا ندير نحط الكريسبي تاعي فوق الطبق، والله يجي مقرمش مقرمش. هنايا نحط لاصوص سويت تشيلي فوق هذاك الكريسبي. هنا ديروا بحسابكم بلي راهي حلوة وحامضة ومالحة، يبقى ما تكثروش منها لخاطر راهي حلوة. هاي ليكم. هنا ثاني زينتها بالمعدنوس. شوفوا لي هذيك البنة والارز طايب كيما يحب الخاطر. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم. نلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.